ورحمة الله وبركاته. النهارده في زيارتين مهمين جدا كان لازم نتكلم عليهم. أول زيارة وهو وصول رئيس الوزراء الهندي إلى تل أبيب، وكان في استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته. وفور وصوله أعلن بأن الهند ستقف مع إسرائيل بكل الوسائل الممكنة لتحقيق غايتها. وعلى الجانب الآخر كان الرئيس الإسرائيلي وصل إلى أديس أبابا، وفي استقباله أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي. والمفارقة يا جماعة إن الحرس الشخصي لأبي أحمد السلاح اللي هو شايله سلاح صنع في تل أبيب. فحضراتكم متخيلين الشراكة وصلت لغاية فين ما بين أثيوبيا والكيان. أهم شخصية في الدولة الأثيوبية اللي بيحميها شايلين سلاح صنع في الكيان، عشان حضراتكم تكونوا واخدين بالكم من الشراكة وصلت لفين. طيب، نتنياهو طلع وصرح وقال ان المحور السداسي اكتمل واحنا ضد المحور السني. وفي نفس التوقيت طلع رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق لبيد واعلن وقوفه مع المخطط اللي نتنياهو اعلنه، وهي اسرائيل الكبرى من النيل للفرات. وقال ان دي ارض ربنا اللي مدهانا وهي مذكورة في الكتاب المقدس. طيب، عشان حضراتكم تكونوا واخدين بالكم، التصريحات اصبحت ولاول مره من مئات السنين اصبحت تصريحات عقيده ودين. احنا خلاص ما بقناش بنتكلم في السياسه. الهند جايه من اخر الدنيا واثيوبيا ودوله عربيه هم لسه ما قالوش يمين، لكن احنا تقريبا عارفينها. لكن في الاخر الموضوع اصبح موضوع عقيده ودين. النهارده يا جماعه الناس اللي بتستعجل ضرب ايران، يا جماعه ايران في المنطقه وفي الاقليم زي البيت اللي له 4 عمدان. عشان حضراتكم تكونوا متخيلين الموقف، احنا بنشرحه ببساطة. ايران والسعودية ومصر وتركيا دول 4 عمدان للمنطقة. ساعة ايران حضراتكم تتضرب المنطقة هيحصل فيها خلل. ده رقم 1. رقم 2، مين اللي عليه الدور بعد ايران؟ العراق كانت قوية اتضربت، سوريا كانت قوية اتضربت، ليبيا كانت قوية اتضربت، السودان اتضربت، كله اتضرب حوالينا. هم واخدينها دولة ورا دولة. النهاردة ايران ساعة تتضرب هيحصل خلل في المنطقة. عمود من ال4 عمدان هيتكسر، هيقع. فالمنطقة هيحصل فيها خلل كبير جدا وعدم يقين. افغانستان هتفتح على ايران، هتفتح على العراق، هتفتح على سوريا. ده كله مش هيكون في حد بيحميه. المنطقة هتفتح على بعضها. وده اللي المحور الجديد عايزه. المحور الجديد ضد الشيعة وضد السنة. المحور اللي بيتم دلوقتي ضد كل حاجة، ضد كل حاجة كويسة. فاحنا مش عارفين المنطقة رايحة على فين يا جماعة. والحشد الامريكي خوف. مين بعد ايران اللي عليه الدور؟ مين؟ تركيا. تركيا في الاخر في الاتحاد الاوروبي وفي الاخر تركيا مش هتخش حرب مع امريكا، عشان نكون بنتكلم بصراحة. فما فيش غير مصر والسعودية هم اللي بقت قوتين في المنطقة. الدور على مين يا جماعة؟ حضراتكم انا عايزكم تحسوا بالخطر اللي في المنطقة والتحركات اللي بتتم من المخابرات المصرية ومن الجيش المصري ومن الرئيس المصري. في تحركات عالية جدا بتتم من مصر. مصر بتحاول بقدر الامكان تحتوي الموقف، وان ايران ما تضربش، لان ضرب ايران هيخلي المنطقة في مرحلة تانية خالص. المنطقة هتدخل في عدم يقين، محدش عارف هيوصلنا لغاية فين. ايران دولة مهمة في الاقليم، دولة لها ثقلها، ما ينفعش انها تقع بالساهل. وقوع ايران هيسبب خلل للمنطقة بالكامل، وده اللي الكيان عايزه. الكيان عايز يمتلك كامل الشرق الاوسط، زي ما بنيامين نتنياهو اعلن النهارده الكلام ده. نتنياهو قال دي فرصة تاريخية مش هنسمح ان هي تعدي منا. خلي بالكم من الكلام، خلي بالكم ان الهند مش جايه وخلاص. الهند جت لما عرفت ان المنطقه استوت خلاص. الهند بعد ما الحرب الاخيره مع باكستان وتلقت هزيمه مذله، الهند عايزه توقع باكستان كمان بعد ما باكستان عملت تحالف دفاع مشترك مع المملكه. يا جماعه المنطقه في مرحله خطيره جدا، واللي بيحصل ده مش عادي. ايران سقوطها هيسبب مشاكل للاقليم بالكامل. فربنا يعدي الفترة دي على خير، ويا رب يكون بلادنا جاهزة لما يدبر خلف الكواليس وخلف الغرف المغلقة، وتكون جيوشنا
جاهزه ومستعده، وان شاء الله جاهزه ومستعده. احنا النهارده كان عندنا كان في زياره وافطار جماعي ما بين وزير الدفاع المصري الفريق اشرف سالم مع الجيش الثاني الميداني، وطبعا طلب منهم الوصول للجاهزيه القتاليه القصوى والاستعداد التام لاي مهام توكل اليهم داخل مصر او خارج مصر. فربنا يحمي جيشنا وربنا يحمي العرب وخريجي ابتدائي. سلام. تميم تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول.